في ناس بتدخل حياتنا وتبين في الأول إنها ناس مثالية جدا، لكن مع الوقت بنكتشف إنهم بيستنزفونا نفسيا وعاطفيا. النهاردة هنتكلم عن الشخص النرجسي، إزاي نعرفه وإيه هي علامات العلاقة السامة اللي لازم نهرب منها فورا. طيب، لازم الأول نعرف مين هو الشخص النرجسي. الشخص النرجسي هو الشخص اللي شايف نفسه فوق الكل، بيحب يتحكم فيكي، بيحب يحسك انك قليلة او انك مش كفاية. اهم حاجة عنده هو صورته قدام الناس، حتى لو ده هيكون على حسابك انتي او على حساب سعادتك. طيب، ازاي اعرف ان انا في علاقة سامة او انا مع انسان مؤذي؟ اول حاجة هتلاقيه دايما بيقلل منك، دايما بيحسسك ان انتي مبتعمليش حاجة. يعني مثلا لو هناخد مثال، هيقولك مثلا ان انتي كل الامهات بتعمل كده، او انتي ما بتتعبيش، او لما تقولي مثلا انك تعبانة او طول اليوم مع الولاد في دروس في البيت بتعملي اكل، يقولك ما كل الناس بيعملوا كده، هو انتي بتعملي ايه يعني؟ هو انتي ما بتعمليش حاجة اصلا؟ دايما بيقلل من اي مجهود انتي بتعمليه. تاني حاجة التلاعب النفسي. التلاعب النفسي هو دايما بيحاول يخليكي تشكي في نفسك. يعني مثلا لو هو عمل تصرف يضايقك، دايما هيحسسك انك غلطانة، هيقلب الترابيزة عليكي، هيشككك في نفسك ان هو ما كانش يقصد كده او انت سمعتي غلط. يعني دايما هيخليكي طول الوقت بتشكي في نفسك او بتجيبي اللوم على نفسك وتصدقي انك انت اللي غلطانة مش هو. تالت حاجة الغيرة والشك. دايما هيحاول يسيطر على كل تحركاتك، على كل تصرفاتك، على حتى علاقاتك مع قرايبك، مع الناس اللي حواليكي، ودايما هتلاقيه بيتهمك بدون اسباب. يعني مفيش سبب واضح لاي اتهام ليكي، ولكن هو دايما حطك في موضع اتهام. رابع حاجة العزلة. هو دايما اهم حاجة عنده ان هو يبعدك عن اهلك وعن صحابك، تخليكي دايما لوحدك. يعني هو عايزك تفضلي لوحدك طول الوقت، ملكيش اهل، ملكيش قرايب، ملكيش حد. صحابك لا، صحابك دول بيخدعوكي، لا اهلك لا، ما مش عايزين لك الخير، لا جيرانك لا، ما تتعامليش مع حد. هو دايما عايزك يحطك كده زي في كده لوحدك، بعيد عن اي حد. طيب، رقم 5 مفيش تقدير. انت مهما ما عملتي مش هتسمعي كلمة شكرا، مهما ما ضحيتي، مهما ما سامحتي، مهما ما جيتي على نفسك، مهما ممكن تكوني بتعملي ادوار مش ادوارك، تكون ادواره هو، بردك مش هتسمعي كلمة شكر ولا اي تقدير منه. كده انت عرفتي ازاي العلامات اللي لما تلاقيها مع الشخص اللي انت معاه، سواء بقى مخطوبة او متجوزة. طبعا لو مخطوبة تهربي فورا فورا فورا. طبعا لو متجوزة هيكون في عوامل كتيرة قبل ما تاخدي قرار انك تبعدي. لو الانسان ده مؤذي جدا، فلازم هتحسبي حسابات كتيرة قوي، في اطفال ولا لا، عندك دخل خاص بيكي او مكان تقعدي فيه ولا لا، ليكي سند اب اخ حد يسندك لو خدتي قرار الانفصال. لان طبعا قرار الانفصال بيكون يعني لو انت متزوجة وخصوصا عندك اولاد بيكون قرار صعب جدا، فانت اللي هتقدري يعني تشوفي ايه الانسب ليكي، محدش يقدر يقولك حاجة. لكن لو انت على البر طبعا، فطبعا نصيحة مني ليكي اهربي فورا. طيب، دلوقتي بقى هنتكلم عن الجزء الثالث من الفيديو، وهو ازاي تحمي نفسك سواء انت مع الشخص ده او سواء انت خلاص بعدتي عنه. طبعا انت لو بعدتي عنه هنقطع اي تواصل مع الشخص ده، نعمل بلوكات من كل حاجة، ما نراقبهوش، ما نديش ودنا ليه تاني، ما نسمعهوش تاني، ما نحاولش ان احنا يبقى في فرصة رجوع تاني، او انك انت تكلميه تاني، او ان هو يكلمك تاني، علشان ما يقدرش يسيطر عليكي تاني او يلعب في دماغك تاني. طيب، لو انت مع الشخص ده ممكن يبقى فيه برضك علامات تقدري تعمليها او خطوات تقدري تعمليها تحمي نفسك منه. اول حاجة هي الوعي. والوعي هنا انك انت تعرفي ان المشكلة مش فيكي، ان المشكلة فيه هو. دايما العلاقة مع الشخص المؤذي بيحاول يحسسك دايما ان المشكلة عندك انت، فلما مثلا يخونك يقولك ان انت اللي مقصرة، او انت اللي عندك المشكلة، او انت اللي عندك الخلل، فعشان كده هو خان. لما مثلا يهينك او يضربك او يجي عليكي، دايما هيتهمك ان انت اللي وصلتيه ان هو يتعصب، وان هو اصلا ده مش طبعه، بس انت اللي نرفزتيه. فدايما هتلاقيه بيرمي اللوم عليكي. فاول خطوة علشان تتعافي وعشان تقدري تحمي نفسك من الشخص السام ده، انك انت تبقي فاهمة ان المشكلة مش فيكي وان المشكلة فيه هو. طيب، تاني خطوة ايه؟ انك تحطي حدود، ما تسمعيش ليه، ما تحاوليش تخليه ان هو يتعدى عليكي بالكلام او ان كلامه يؤثر فيكي. يعني لو انت مضطرة، سواء الشخص السام ده
مديرك في الشغل، ابوكي، اخوكي، جوزك، ايا يكن هو ايه كنيته في حياتك، حاولي دايما ما تتاثريش بكلامه. يبقى دي تاني خطوه. يبقى اول خطوه الوعي، تاني خطوه ان انا ما اسمعش وما صدقش اللي بيتقال لي من الشخص السام ده. طيب تالت خطوه ايه؟ تطلبي دعم من ناس قريبه ليكي او متخصصين. ممكن تتكلمي مع حد مثلا دكتور نفسي او متخصص في علاقات، او مثلا صديقه ليكي قريبه، مامتك، اختك، اهلك، حد يكون ثقه تقدري تتكلمي معاه وتقدري تفضفضي ليه وتقدري تاخدي صورتك الحقيقيه من الناس اللي بيحبوكي فعلا، ما تاخديهاش من الشخص السام ده. واخيرا وليس اخيرا، لو العلاقه بقت مؤذيه بشكل كبير لازم تنسحبي، حتى لو انت مش قادره دلوقتي، بس تعملي خطوات انك انت تنسحبي. يعني لو انت مثلا متزوجه وانت عارفه ان الشخص ده اذيكي بكل الطرق واذيكي، وطالما اذيكي بقى اذي ولادك، لان طالما انت مأذيه فاكيد ولادك هيكونوا مأذيين، فانا مش قادره اخد الخطوه دي دلوقتي، يبقى لازم امهد نفسي ليها. يعني لو انا مش بشتغل ادور على شغل حتى لو من البيت. لو انا مثلا ما عنديش مكان اقعد فيه لازم الاول اهيئ نفسي ان يكون عندي مكان. لازم احسب حساباتي كويسه، لو انا مثلا عندي طفل ولا عندي 2 هقدر هشيل مسؤوليتهم ولا لا، في حد ممكن يكون قريب ليا، مامتي، اختي، اخويا، بابايا، هيتولى الامور معايا ولا لا. يبقى انا بحضر نفسي وبهيئ نفسي ان انا خلاص لازم انسحب عن الانسان المؤذي ده، لان وجوده في حياتي اذيني، بس مش فجأة. لازم امهد نفسي الاول نفسيا وافصل نفسي عن الشخص ده نفسيا وجسديا وكل حاجة. بعد كده ابتدي ان انا اشوف الوضع، لان الوضع طبعا بعد الانفصال او الطلاق هيكون صعب جدا، مش هيكون سهل خالص. ولكن مع الوقت لو انت فعلا مشيتي خطوات بجد حقيقية وقدرتي تعتمدي على نفسك وقدرتي ان يكون ليكي مصدر دخل، فالموضوع بيكون ألطف بكتير. مهم جدا يا بنات ان احنا نبقى عارفين ان الانفصال او الطلاق، خصوصا لو انت متزوجة وعندك اولاد، مش موضوع بسيط ابدا ولا سهل، لان ده خراب بيوت، وكمان ابغض الحلال عند ربنا هو الطلاق. ولكن يا بنات احنا بنتكلم في العلاقات المؤذية جدا، يعني الاذى واصل لاعلى درجة وبيأثر على ولادنا كمان. لكن ما تبقاش خلافات بسيطة العادية فنهدم البيت ونهدم اساس البيت عليها، لان مفيش حياة من غير مشاكل، مفيش حياة وردية على طول، لازم نبقى فاهمين ده. ولكن انا بتكلم على ان بتكون في علامات واضحة جدا من بداية الخطوبة، احنا ممكن نقدر نلاحظها جدا. فانت ممكن وانت مخطوبة بتكون واضحة ان الشخص اللي معاكي متحكم او مسيطر، ومش في فرق بين الخوف ان شخص خايف عليكي او بيحبك وبيغير عليكي، وان في شخص بيحب يسيطر ويتحكم ويلغي شخصيتك ويلغي كيانك وشكاك، يعني بيشك فيكي، بيتهمك اتهامات مش حقيقية. فانت بتبقي قادرة من اي حد بالشخص اللي معاكي، اذا كان شخص سوي نفسيا ولا شخص مريض نفسي، الشخص ده بسباص وبتاع بنات او خاين. فمفيش حد بيتغير بعد الجواز، بالعكس تغيير بيكون للأسوأ مش للأفضل. فما تقوليش انا هاخده لما نتجوز ربنا يهديه، او لما اكون معاه في بيت واحد فهيبطل يكلم بنات او يبطل يخوني. مفيش الكلام ده يا بنات، ده بيكون طبع ما بيتغيرش. فلو انت على البر وشفتي الصفات دي حاولي على قد ما تقدري انك ما تكمليش. ولو انت متزوجة حاولي تصلحي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون. حاولي انك انت تدعي لربنا انه يهديه. اخر حاجة ممكن تلجئي لها هي الانفصال او الطلاق لو الاذى وصل لمرحلة كبيرة جدا وانتي حاولتي مرارا وتكرارا تصلحي من العلاقة وان ربنا يهديه، وللأسف الاذى كل مدى ما بيزيد. ففي الوقت ده بس احنا بنقول ان احنا لازم نمهد نفسينا ان احنا خلاص. وطبعا القرار في الاول وفي الاخر بيكون راجع ليكي انتي، لان ممكن حد يقدر ياخد الخطوة دي، مثلا عندها أهل يساعدوها، عندها وظيفة تقدر تعتمد عليها، عندها مثلا أب أو أخ أو سند ممكن يتولى أمورها بعد الانفصال. في حد تاني ما يقدرش يعمل ده، ممكن تكون
تكون بنوتة يتيمة ما عندهاش اب، ما عندهاش اخ، ما عندهاش سند، ما عندهاش مصدر دخل. ففي الحالة دي احنا بنقول ازاي نحمي نفسينا واحنا جوه العلاقة. حتى لو انا مضطرة اكمل مع انسان سواء بقى مديري في الشغل، سواء زوجي، سواء ابويا، اخويا، ايا يكن، امي، ايا يكن مين الشخص السام في حياتي، فانا بحاول احمي برضك نفسي منه، لاني انا مضطرة على ان انا استمر في العلاقة. ولكن احنا بنقول حلول ازاي نقدر نحمي نفسينا في وجود الاشخاص السامين دي، بان احنا نعمل كده، نحط زي ايه يعني ايدينا على ودننا، ما بنسمعش للناس دي، ما بنخليهمش يأثروا علينا، كلامهم لينا ما بيمثلناش، اي تلاعب نفسي هم بيعملوه معانا. فاحنا نبقى فاهمين الدايره ماشيه ازاي، فاهمين ان احنا ما نلومش نفسينا، ما نجيش على نفسينا. هم بيحاولوا دايما ياثروا علينا ان احنا اللي عندنا المشكله، فاحنا بنسد ودنا عن كل الكلام ده وبنركز على نفسينا، بنشغل وقتنا بحاجات مفيده، ان نطور نفسينا، نشغل نفسينا باشياء مفيده لو احنا مضطرين نستمر مع الناس دي. ونحاول ما نديش ردة فعل على اي حاجه هم بيقولوها لنا، اي كلام سلبي، اي اتهامات، ما بنحاولش نديهم اي ردة فعل، لان هم بيكونوا عايزين كده، بيكونوا عايزين ردة فعل. فانت لما تبطلي تدي ردة فعل قوية هم هيهدوا كده ويقعدوا في حالهم. وبس كده. يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. وبس كده، يلا باي.